الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي، والدولار يرتفع بقوة ليصل إلى 53 جنيه و76 قرش في البنك الأهلي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة عن أسعار الدولار كل يوم. الدولار النهاردة ارتفاع واضح قدام الجنيه المصري خلال نص التعاملات في أغلب البنوك المصرية، والدولار في البنك الأهلي المصري سجل 53 جنيه و66 قرش للشراء، 53 جنيه و76 قرش للبيع. أما في بنك مصر فسجل الدولار 53 جنيه و67 قرش للشراء، 53 جنيه و77 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 53 جنيه و65 قرش للشراء، 53 جنيه و76 قرش للبيع. أما في البنك التجاري الدولي CIB فسجل الدولار 53 جنيه و65 قرش للشراء، 53 جنيه و75 قرش للبيع. الارتفاع ده بيجي في وقت السوق فيه حالة ترقب، وبيخلي الناس كتير متابعة حركة الدولار لحظة بلحظة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حابب تتابع كل جديد في أسعار الذهب والدولار أول بأول، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.